نسمي الله مع بعض ونركز. عند الوحدة الأولى بنتكلم عن حاجة اسمها الأنشطة الاقتصادية. الأنشطة الاقتصادية يعني الشغلانات، بنبدأ إن إحنا نتكلم الشغلانات، عندي 4 دروس ب4 شغلانات، الزراعة، الرعي، التعدين، الصناعة. هنتكلم عليهم النهارده كلهم، واحدة واحدة بقى. نتكلم أول حاجة عن شغلانة الزراعة. شغلانة الزراعة هي اللي عرّفت الإنسان الاستقرار. أول ما الإنسان عرف الزراعة تحولت حياته من التنقل والترحال إلى إيه؟ الاستقرار. جميل، جميل. طب بُص، هل الزراعة مهمة؟ هاقول لك طبعًا الزراعة مهمة. الزراعة ليها 3 أهميات. بُص معايا كده. أول حاجة من أهمية الزراعة، تمام، أنا بازرع عشان خاطر آكل، يبقى أول حاجة مصدر للغذاء. تاني حاجة لو عايز أصنّع الهدوم هاصنّعها من إيه؟ من القطن. عايز أصنّع السكر من قصب السكر. يبقى أنا بالتالي علشان خاطر أصنّع باحتاج المادة الخام، زي المادة الخام الزراعية. يبقى تاني حاجة من أهمية الزراعة، تمام، مصدر للمواد الخام. وأنا باربي شوية وأنا بازرع في الأرض بتاعتي يبقى عندي شوية بقى بقر على جاموس هكذا. يبقى تالت حاجة تربية الحيوان. يبقى عندي 3 أهمية للزراعة، مصدر للغذاء، مصدر للمواد الخام، وتربية الحيوان. دي كده أهمية الزراعة. نيجي نتكلم بعد كده على أنواع الزراعة. بُص كده معايا. بُص، ركّز معايا. أنواع الزراعة عندي نوعين، زراعة بسيطة اللي هي الزراعة البدائية، والزراعة المتقدمة. ونيجي هنا للزراعة المتقدمة هنلاقي إن هي عندي حاجة اسمها الزراعة الكثيفة، وحاجة اسمها الزراعة التجارية والعلمية. واحد يا مستر إيه الكلام الملعبك ده؟ بُص كده معايا واحدة واحدة هنبسط الدنيا مع بعض. نبدأ أول حاجة بأول نوع للزراعة وهي الزراعة البسيطة. بُص كده معايا. الزراعة البسيطة، الفلاح الغلبان اللي يا دوبك كل هَمُّه إن هو يصحى من النوم، ينزل يزرع الأرض عشان يأكّل عياله ويأكّل نَفْسه وهكذا. جميل؟ جميل. الفلاح الغلبان ده وهو بيزرع هيستخدم إيه؟ هيقول لي يا مستر دلوقتي هو بينزل من صلاحية ربنا معاه الفاس في إيده عشان ينزل يحفر، ويا دوبك جردل المَيّة علشان يدلقها على الأرض. بالضبط. يبقى الفلاح الغلبان ده هيشتغل في الزراعة البسيطة. ومن اسمها زراعة بسيطة يبقى زي ما إحنا قُلنا هيستخدم فيها إيه؟ أدوات بدائية بسيطة. جميل، هيستخدم فيها أدوات بدائية بسيطة. طب ثواني، هو الفلاح الغلبان ده الأرض بتاعته بنقول الفلاح غلبان يبقى الأرض بتاعته كبيرة والّا صغيرة؟ الله ينور، أرض صغيرة وضيّقة، ونزوّد عليها حتّة كمان وركّز في الحتّة دي، تبقى أرض صغيرة، تمام، ومتباعدة. إيه ده مستر، ليه متباعدة؟ هاقول لك ثواني. علشان الفلاح الغلبان ده بيزرعها عشان يأكّل عياله، فبيزرع شوية رز، شوية قمح، شوية مش عارف إيه، هكذا، فبيبعدهم عن بعضيهم. يبقى عندي الزراعة البسيطة، تمام، نستخدم فيها أدوات بدائية بسيطة، تبقى الأراضي ضيّقة ومتباعدة، وعلشان ما بتجيبش هَمّها فعدد قليل من السكان اللي بقى بيشتغل فيها، يبقى يعمل بيها عدد قليل من السكان. جميل، جميل. طب ثواني بس، هل هو بيصدّر؟ هاقول لك يا عم بيصدّر إيه، باقول لك فلاح غلبان يعني يا دوبك لسه بيزرع الأرض عشان ياكل باقول لك. فبالتالي الزراعة البسيطة أهميتها إن هي توفّر إيه، احتياجات للسكان، يعني ما فيش كمية زيادة باصدّرها لدول اللي برّه ولا أي حاجة. ده كده بالنسبة للزراعة البسيطة من حيث الخصائص بتاعتها. جميل، جميل. هنيجي نتكلم بعد كده عن المحاصيل بتاعة الزراعة البسيطة. عندي 2 أنت عارفهم و2 جداد عليك. إيه هم عشان اختصار؟ ذرة، موز، كثافة، يام. ذرة، موز، كثافة، يام. إيه يا مستر الكثافة واليام دي؟ واحدة شبه البطاطا والتانية شبه البطاطس، بس مش موجودين عندنا في مصر عشان كده ما حدش فيكم يعرف عنهم حاجة. جميل؟ جميل. ده كده بالنسبة للزراعة البسيطة. نيجي نتكلم بعد كده على الزراعة الكثيفة. بُص، الحتة اللي أنا هاقولها لك دي برّه المنهج، تمام، بس أعلّمها بكده. الزراعة الكثيفة أول ما أفتكرها أفتكر مصر. ليه؟ تعالَ كده معايا. مصر بتزرع كام مرّة؟
مصر والله ما عارف أنا مالي ومال مصر، بس أنا أهم حاجة باصحى من النوم أقعد على الموبايل مش فارقة معايا أي حاجة تانية، غير كده ما عنديش أي حاجة خالص أعرفها. بُص أهو، أبسّطها لك. عندنا في مصر محاصيل إيه ومحاصيل إيه، محاصيل صيفية ومحاصيل شتوية، يعني أنا عندي بازرع الأرض أكتر من مرّة تمام، في السنة الواحدة، هو ده تعريف الزراعة الكثيفة، عشان كده باقول لك الزراعة الكثيفة هاعلّمها بمصر عشان تفتكر، مصر بتزرع أكتر من مرّة في السنة الواحدة، يبقى الزراعة الكثيفة جه في امتحان تمام السنة اللي فاتت، يبقى دي تعريف الزراعة الكثيفة، هي زراعة إيه الأرض أكثر من مرّة في العام الواحد، جميل؟ جميل. طب ثواني، يا اسطى ما دام كده بازرع كتير يبقى أنا أكيد باستخدم آلات، هاقول لك لأ، صعب إن أنا أستخدم آلات، طب ليه ما باستخدمش آلات فيها يا أستاذ إزاي؟ ده أنا بازرع كتير، هاقول لك ثواني، باب الشقة هل ينفع تدخل تركن العربية تمام، جوّه البيت؟ أدخل أركن العربية إزاي؟ ده أبويا يجيبني من قفاه ويدّيني بالجزمة ويطلّعني برّه أنا والعربية، هاقول لك بالضبط، مش هتعرف تدخّل العربية من باب الشقة عشان باب الشقة إيه، ضيّق، أهو ده بالضبط نفس النظرية. الزراعة الكثيفة ما باستخدمش فيها آلات بسبب ضيق الأراضي، الأراضي بتبقى ضيّقة، يبقى أنا عندي سؤال مهم وبما تفسر أوكي، ييجي يقول لك يصعب استخدام الآلات ليه؟ تقول له بسبب إيه؟ بسبب ضيق الأراضي، ضيق الأراضي، وعلشان ما باستخدمش آلات فأكيد باحتاج لناس تشتغل في الأرض، فباحتاج لأيدي عاملة، وهنا ييجي لي سؤال يقول لي بما تفسر ليه بتحتاج لأيدي عاملة؟ هاقول له عشان الزراعة بتتم من خلال كام عملية؟ 3 عمليات. أحط البذرة، أروي الأرض، أعمل تنقية للحشائش، يبقى أنا عندي عمليات الزراعة كام عملية؟ 3 بذر وري وتنقية، جميل؟ ده كده بالنسبة للزراعة الكثيفة. طب ثواني بس أنت قُلت لي الزراعة الكثيفة أعلّمها بمصر عشان التعريف بتاعها، هاقول لك حصل، وعلشان فيها كمان أهم 3 محاصيل في مصر، إيه هم؟ القمح أهم غذاء بناكله، هو والرز اللي حضرتك بتاكله كل يوم، كل يوم رز، 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 والقطن، يبقى قمح ورز وقطن، جميل؟ جميل. طب الزراعة الكثيفة تبقى موجودة فين؟ هاقول لك بتبقى موجودة في المناطق الحارة والمعتدلة. طب ثواني، الزراعة البسيطة اللي من شوية في المناطق الحارة، تمام؟ في حاجة صعبة كده؟ تمام؟ جميل. ده كده بالنسبة للزراعة الكثيفة. طب ثواني، إحنا لسه قايلين في الزراعة البسيطة إن أنا يا دوبك باوفّر حاجة السكان، يا دوبك بأكّل السكان، هنا عندي برضه الزراعة الكثيفة نفس الحاجة، يا دوبك برضه بأكّل السكان، يبقى أنا عندي في أوجه تشابه، ثواني كده عندي أوكي، أوجه تشابه بين الزراعة الكثيفة والزراعة إيه، البسيطة. إيه بقى أوجه التشابه؟ تمام، أول حاجة توفير حاجة السكان، يا دوبك باوفّر حاجة السكان بس. تمام، بس ما باصدّرش. تاني حاجة أيوه، إن الأراضي بتاعتهم إيه هُم الاتنين ضيّقة، جدع، إن الأراضي ضيّقة. أي نعم، في الزراعة البسيطة ضيّقة ومتباعدة، تمام، وهنا ضيّقة بس الاتنين في الأول وفي الآخر إيه، أراضي ضيّقة، بالضبط. ده كده بالنسبة للزراعة البسيطة والزراعة الكثيفة. ندخل بعد كده على تالت نوع من الزراعة وهي الزراعة التجارية والعلمية. واحدة، واحدة. من اسمها زراعة تجارية يبقى أكيد يا مستر دي اللي بانتج فيها كمية كبيرة، هاقول لك حصل، يبقى الزراعة التجارية من اسمها يبقى دي اللي بانتج فيها كمية كبيرة، يبقى بتهدف إلى الإنتاج التجاري الضخم، بانتج كمية كبيرة جدًا. طب ثواني، بانتج كمية كبيرة علشان أتاجر بيهم يبقى أكيد دي اللي بتدخل في إيه، هاقول لك بتدخل في التصدير جدع، دي اللي أنا تمام باصدّر منها المحاصيل. يبقى الزراعة التجارية، بانتج كمية كبيرة عشان خاطر أصدّرهم. طب نيجي نكمّل كده اسمها زراعة تجارية وعلمية، من اسمها زراعة تجارية وعلمية يبقى أكيد دي اللي بنستخدم فيها أحسن الأساليب العلمية والآلات الحديثة، يبقى بنستخدم فيها الآلات الحديثة تمام، وأحسن الأساليب إيه، العلمية. جميل، جميل. طب ثواني، وهنا ييجي لي تكّاية، يقول لي إيه، دلوقتي أنت بتستخدم آلات، ده هيأدّي إلى إيه؟ هاقول لك تعالَ. أنا دلوقتي باستخدم آلات، هل هاحتاج لناس كتير تشتغل؟ لأ، طب وما دام دلوقتي أنا مش هاحتاج لناس كتير تشتغل، هل هاحتاج إن أنا أدفع لهم مرتبات؟ برضه لأ، يبقى أنا دلوقتي عندي استخدام الآلات بيؤدي إلى إيه؟ بيؤدي إلى 2 قِلّة، قِلّة التكاليف وقِلّة الأيدي العاملة، يبقى أدّى إلى 2 قِلّة، قِلّة العمالة وقِلّة التكاليف.
جميل، جميل. طب إيه أهم المحاصيل، أهم المحاصيل الزراعة الطبيعية والعلمية؟ عندي 4 محاصيل، إيه هم؟ قمح، قطن، مطاط، شاي. قمح، قطن، مطاط، شاي. أوكي؟ يبقى عندي في الزراعة البسيطة ذرة، موز، كثافة، ياء. ذرة، موز، كثافة، ياء. الزراعة الكثيفة الزراعة الكثيفة قمح ورز وقطن. هنا الزراعة الطبيعية والعلمية قمح، قطن، مطاط، شاي. تمام. الزراعة البسيطة والكثيفة ما باصدّرش فيهم، يا دوبك بيوفّروا لي حاجة السكان، الوحيدة اللي بتصدّر إيه؟ الزراعة التجارية والعلمية، ومن اسمها زراعة تجارية يبقى بنت الكمية إيه؟ كبيرة. طب ثواني، ما دام بنت الكمية كبيرة يبقى في بانتج الكمية الكبيرة دي في مساحة صغيرة والّا مساحة كبيرة؟ تقول لي يا مستر لأ دي في أرض واسعة، هاقول لك عشان كده تتم في مساحات واسعة فاتقال عليها الزراعة الواسعة، وده سؤال جه في امتحان السنة اللي فاتت، أوكي؟ قال لك دي تُعرف بالزراعة الواسعة، هتقول له علشان هي تتم في مساحات واسعة. جميل؟ طب ثواني، ما دام هي في مساحات واسعة، هل هاحط المحاصيل كلّها مع بعضيها يالّا عُك وليّس كلّه كويس؟ تقول لي لأ، كل أرض ليها محصول معيّن، أوكي؟ يبقى كل أرض تتخصص في محصول معيّن. كده اتكلمنا عن 3 أنواع بتوع الزراعة، أوكي؟ بعد ما اتكلمنا عن ال3 أنواع بتوع الزراعة، نيجي دلوقتي نتكلم بقى عن شوية محاصيل. بُص كده معايا، هنمسك كده شوية محاصيل ونبدأ إن إحنا نتكلم عليهم. نبدأ أول حاجة بالقمح، تمام؟ أهم حاجة بنزرعها والإنسان بياكلها هو القمح، وهنا نسأل نفسنا سؤال، ليه القمح أهم حاجة؟ هاقول لك عشان باصنع منهم 3 حاجات، كويس؟ باصنع منه 3 حاجات، وال3 حاجات دول بناكلهم، إيه هم؟ خبز العيش، المكرونة، الحلويات، كنافة بقى، على بسبوسة، على كل الحاجات دي. يبقى أهمية القمح إيه؟ نصنع منه خبز، مكرونة، وحلويات، أوكي؟ تمام. طب ثواني، عايز أدّيك قاعدة، خلّي القاعدة دي معانا طول كده الفيديو، طول الترم معاك. أهم حاجة في أكبر حاجة، يعني إيه؟ بُص، يعني مثلًا أهم حاجة الإنسان بيزرعها وبياكلها هي إيه؟ القمح، صح؟ جميل. أهم معدن هو إيه؟ الحديد. أهم حاجة باخدها من الحيوان إيه؟ اللحمة. أهم حاجة باخدها من المَيّة إيه؟ السمك، تمام؟ شُفت بقى أهم حاجة في أكبر حاجة، أهم حاجة بتضبط الدماغ إيه؟ الشاي، تمام؟ أوكي، يبقى أنا دي كده أهم حاجة، يعني إيه بقى في أكبر حاجة، اللي هي أكبر قارة وأكبر دولة. أكبر قارة قارة آسيا، أكبر دولة دولة الصين، أو خلّي القاعدة دي معاك هتريحك بعد كده في الحفظ، أوكي. يبقى أنا عندي القمح موجود فين؟ موجود عندي في آسيا، الصين. ده كده بالنسبة لإيه؟ القمح، أوكي. يبقى قمح هو الغذاء الرئيسي نصنع منه خبز ومكرونة وحلويات، آسيا، الصين، أوكي، تمام. نيجي بعد كده على تاني محصول وهو محصول الذرة. بُص، حضرتك أو حضرتِك أمّا تتجوّزي، تمام، وأنتِ ماشية مع جوزِك أو أنت ماشي مع مراتك على البحر، أوكي، هتقول لك والنبي ممكن تجيب لي كوس ذرة كده ناكله سوا. فبالتالي تمام، الذرة هو غذاء للإنسان، أو لو أنت سهران بالليل بتتفرّج على فيلم بتعمل لك شوية فشار، يبقى الذرة أهميته إيه؟ هو غذاء للإنسان. إيه كمان تاني؟ لو تيتة أو ماما مربية شوية فراخ وشوية كده بترمي لهم شوية ذرة، يبقى هو غذاء للإنسان وعلف للحيوان. جميل، ده كده أهمية الذرة. جميل، جميل. الذرة هاعلّمه بحرف الراء، درارة أمريكا الشمالية. جميل، درارة أمريكا الشمالية. في حاجة صعبة؟ يالّا بينا نكمّل. ركّز معايا وما تسرحش، ركّز معايا وما تسرحش. هنيجي نتكلّم بعد كده عن المحاصيل، تمام، اللي باخد منها الsugar. sugar سُكّر، سُكّر حلوة الدنيا سُكّر ترارا. ركّز معايا. هنيجي نتكلّم عن المحاصيل اللي باخد منها السُكّر. عندي كحاجتين، قصب السُكّر وبنجر السُكّر، أوكي. نبدأ أول حاجة بقصب السُكّر. قصب السُكّر هو المنتج أو هو المحصول الأول اللي باخد منه سُكّر. يبقى قصب السُكّر number one في إنتاج السُكّر، number one محمد رمضان، أوكي، ماشي. يبقى قصب السُكّر هو المحصول الأول لإنتاج السُكّر. جميل، جميل. طب ثواني، قصب السُكّر من معلوماتك العامة بيحتاج لجو حَر والّا برد؟ مش جو حَر معروفة يعني، عشان كده بييجي لك سؤال. إيه القارة الوحيدة بعيد عن أنتاركتيكا، إيه القارة الوحيدة اللي ما فيهاش جو حَر؟
هي قارة أوروبا، عشان كده بييجي لك سؤال يقول لك إيه، يُزرع قصب السكر في كل القارات ما عدا أوروبا. بُص أنا هادّيك كده قاعدة، أي محصول ييجي يقول لك المحصول ده بيتزرع هنا، هتقول له بسبب توافر ظروف زراعته، يعني الظروف اللي موجودة هنا المناخ متوفّر عشان كده هو بيتزرع هنا. طب ما بيتزرعش، عدم توافر ظروف زراعته. فهنا بيقول لي قصب السكر بيتزرع في كل القارات ما عدا أوروبا، تمام؟ هاقول له بسبب إيه؟ هاقول له بسبب توافر sorry عدم توافر ظروف إيه؟ زراعته. وابدأ إن أنا أكمّل. هي أوروبا الجو بتاعها إيه؟ تقول لي أوروبا الجو بتاعها بارد، يبقى هاقول له يبقى عدم توافر ظروف زراعته وأن أوروبا تقع في المناطق المعتدلة إيه؟ الباردة، جدع، بالضبط كده، تمام؟ أول دولة بتنتج لي السكر هي دولة البرازيل طبعًا في أمريكا الجنوبية، أوكي؟ ندخل بعد كده على تاني حاجة، ندخل بعد كده على تاني حاجة في إنتاج السكر number 2 بعد القصب وهو بنجر السكر. هو المحصول التاني في إنتاج السكر. طب ثواني، مين أول دولة ليه ومين أول قارة؟ هاقول لك ثواني، إحنا لسه قايلين يُزرع قصب السكر في كل القارات ما عدا قارة أوروبا. يبقى أكيد أوروبا يا مستر بتعوّض نقص السكر اللي في القصب في إن هي أول قارة بتنتج لي البنجر، أقول له حصل، أول قارة في إنتاج البنجر، وأول دولة هي دولة فرنسا، جميل؟ تمام، جميل. ييجي لك كده تركاية كده بسيطة، يقول لك إن مصر أول دولة في أفريقيا بتزرع البنجر، أوكي، ده لو جاب لك يعني، تمام، جميل. كده اتكلمنا عن قسم السكر والبنجر. طب بالنسبة بقى للسكر، بالنسبة للسكر فأول دولة ليه هي دولة البرازيل، أوكي، وبعد كده الهند، وبعد كده الصين، أوكي، برازيل، هند، صين، برازيل، هند، صين، أوكي، ده كده بالنسبة لإيه، المحاصيل اللي بانتج منها السكر، أوكي، تمام. نيجي نتكلم بعد كده عن محاصيل اسمها محاصيل الألياف. إيه يا مستر محاصيل الألياف دي أنا مش عارفها، هاقول لك بُص، اسمها محاصيل الألياف أو الألياف النسيجية أو المحاصيل اللي باصنّع منها المنسوجات، بُص ليها كذا اسم. طب إيه يا مستر المحاصيل دي؟ المحاصيل اللي باصنّع منها الهدوم، الملابس، الثياب، أوكي، طيب. طبعًا عندي 3 قطن، الكتان، ونبات اسمه الجوت. ده أنت أول مرّة تسمع عنه باصنّع منه الهدوم بس مش موجود عندنا متوفّر عندنا في مصر، أوكي، عشان كده ما تسمعش سيرته، تمام، قطن، كتان، وجوت. نبدأ إن إحنا نتكلم عن القطن. القطن آجي أقول لك إيه أهميته، تقول لي يا مستر أهميته سهلة يعني القطن يعني باصنّع منه هدوم، هاقول لك دي أول حاجة، ده في حاجتين تانيين، يا مستر والله ما أعرفهم، هاقول لك باصنّع غير القطن تمام، القطن غير باصنّع منه غير الهدوم حاجتين تانيين، القطن البذرة بتاعته باجي إن أنا أعصرها فبانزّل منها زيت اسمه زيت بذرة القطن، بالضبط. تالت حاجة إن القطن البذور بتاعته ممكن تترمى للحيوانات كعلف للحيوان، إيه ده! يعني كده القطن بيتشابه مع الذرة، فإن كلاهما إيه، علف للحيوان، جدع. يبقى أنا عندي أهمية القطن، إيه أهمية القطن؟ أقول لك أهمية القطن باصنّع منه الملابس، أوكي، باعمل منه زيت بذرة القطن. كويس، باستخدمه كعلف للحيوان، كده بيتشابه مع الذرة، يبقى أنا عندي 3 أهمية للقطن، جميل، القاعدة اللي قلناها من شوية، أهم حاجة في أكبر حاجة، جميل، أهم حاجة باصنّع منها القطن هي إيه؟ أوكي، الهدوم، تمام، طب ثواني، يبقى أكيد موجود في أكبر قارة وأكبر دولة، أكبر قارة آسيا، أكبر دولة الصين، أوكي، وبعد آسيا عندي الأمريكتين فكك منهم، أهم حاجة الرابعة اللي هي أفريقيا، لو جه سألني مين أول دولة في أفريقيا إنتاجًا للقطن، هاقول له طبعًا مصر أم الدنيا، وهنا ييجي يسألك سؤال مصر والسودان هُم الاتنين دُولة القطن بتاعهم مشهور، إيه يعني مشهور يا مستر إيه يعني إيه مشهور بيعمل إيه يعني؟ هاقول لك بُص، بُص الإجابة بقى، يشتهر القطن في مصر والسودان بأنه قطن طويل إيه، طويل التيلة، يعني إيه طويل التيلة؟ عارف كده الشعر الناعم التقيل ع تمام، أحلى من الشعر الناعم الخفيف، ده هيُقع، لكن ده ماسك نَفْسه، فبالتالي قطن طويل التيلة قطن جيد تقدر أنت تصنّع منه 100%. أوكي، ده كده بالنسبة لإيه، القطن، أوكي، ندخل بعد كده على المطاط، المطاط،
المطاط، المطاط. المطاط ده باصنّع منّه إيه؟ المطاط ده باصنّع منّه كاوتش العربيات، يعني نصنع منه إطارات السيارات، يبقى مطاطة إطارات. جميل، جميل. المطاط ده أنت حضرتك كنت واخده الترم الأولاني، أيوه أنا سمعت سيرته يا مستر، أقول لك بالضبط، كنت واخده فين؟ والله ما فاكر يا مستر. بُص المطاط حضرتك كنت واخده إن هو ضمن الغابات الاستوائية. تمام؟ فبالتالي ييجي يقول لك لو جه قال لك يستخرج من عصارة أشجار استوائية طول المطاط، بنصنّع منه إطارات، يبقى مطاطها إطارات. أهم دولة تمام، هاقول لك دولة تايلاند في قارة آسيا. جميل، جميل. نيجي نتكلم بعد كده عن الشاي، أوكي؟ بُص يا مستر أنا لسه فاكر إن أنت لسه قايل لي من شوية أهم حاجة تضبط الدماغ وبازرعها هي إيه؟ الشاي. صح، صح، صح. وأنت قُلت لي إن أهم حاجة وأكبر حاجة، يبقى الشاي موجود فين؟ في آسيا، الصين برضه أو في شرق آسيا، أوكي؟ فين في شرق آسيا؟ في الصين. بس ثواني، النبات الوحيد اللي في الدرس عندك أو في المنهج عندك عامةً بييجي يقول لك موطنه الأصلي، كلمة موطنه الأصلي دي يبقى الشاي. موطنه الأصلي يعني مكانه، مكانه فين؟ في شرق آسيا في الصين، أوكي؟ تمام. وده برضه النبات الوحيد اللي ليك ظروف زراعته، بيحتاج لجو حَر، يقول لك ثواني هو أنا مش هاضبط لك دماغك، أنا باحتاج لجو حَر، عاجبك عاجبك، مش عاجبك طلّقني. هو كده بالضبط، أوكي، يحتاج لجو حَر. وإيه كمان، يقول لك لأ أنا حرّان لو سمحت خلّي الدنيا تشتي، عايز الدنيا تشتي كتير، يبقى يحتاج لأمطار غزيرة، يبقى جو حَر وأمطار غزيرة. إيه كمان، بيحتاج لهواء رطب، مش هواء جاف عشان بيتجف صوت، أوكي، ده كده بالنسبة للدرس الأول.